سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم في تلفزيون عسيري. عملنا الحلقه اللي فاتت رحنا اتعرفنا على العيل الصغير اللي جوه حضرتك وحضرتك. النهارده احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على ازاي المفتاح بتاع صحتنا النفسيه، مفتاح ان احنا نبقى اسوياء ككبار، ان احنا نبقى مطمنين، مفتاح اننا نبقى مطمنين ان ذلك العيل الصغير الانر تشايلد اللي جوه كل واحد فينا يبقى مطمن. طيب تعالوا نغوص بشويه تفاصيل بقى متعلقه بالحكايه دي النهارده. اول حاجه، ليه العيل الصغير ده مستخبي؟ الانر تشايلد اللي هو زي ما شرحنا المره اللي فاتت، برضو مش عايز اطول، يعني مش عايز قصدي افصلهم عن بعض قوي، بس يعني سريعا كده، كل عقلك الباطن اللي هو فيه متخزن فيه كل حاجه حصلت لك في حياتك، الحاجات اللي انت تعرفها والحاجات اللي ما تعرفهاش، الحاجات اللي خدت بالك منها والحاجات اللي فاكر نفسك ما خدتش بالك منها. العقل الصغير بقى قاعد في الملعب الكبير قوي بتاع السب كونشس مايند، ده بتاع العقل اللاواعي. كويس؟ يعني ايه؟ يعني العيل الصغير عنده اكسس، عنده بيعرف يفتح، عارف كل حاجه حصلت لك في حياتك. طيب لما الانا بتاعك بيلاقي ان في تجربه ما او تجارب او علاقه ما، علاقتك بامك بطريقه، علاقتك بابوك بطريقه، الاب بقى اللي كان بيقول لابنه يا فاشل، جبنا سيرته الحلقه اللي فاتت، الاب اللي كان محسس بنته دايما انها مش كويسه كفايه، الام اللي كانت مش عارف ايه، كل الحاجات دي المتخزنه دي، الانا بتاعك عايز يحميك من الالم اللي انت هتتعرض له لما تروح تقابل العيل الصغير المتعود ده. كويس؟ فبيروح عامل ايه؟ بيروح مخبيه، يدخل بقى هو يقول له ارجع ورا وبتاع في البتاع السب كونشس ده. احنا قلنا قبل كده ازاي عقلك اللاواعي هو 90% من عقلك، يعني انت ما عندكش، احنا ما عندناش اكسس، ما بنعرفش نفتح غير 10% من الادراك بتاعت مخنا، والباقي كله بتاع العيل الصغير. العيل الصغير قاعد يلعب فيه كله. فيروح الانا بتاعك مرجع العيل الصغير ده ورا دفنه، ويقول لك مالكش دعوه بيه، ده ما بيقولكش حاجه عنه اصلا، مش مالكش دعوه بيه، يعني هو انت مش عارف ان هو متعور وبتطنش، لا انت اصلا ما بتبقاش عارف ان هو متعور. فبيعمل ايه هو الانا بتاعك؟ بيخليك تنسى الحاجات اللي عورت العيل الصغير بتاعك ده. كويس؟ كويس. طيب خلوا بالكم من حاجه مهمه جدا بقى، دايما في رحلات الوعي زي اللي احنا، زي التلفزيون العسيري كله على بعضه بيتكلم فيها، مهم جدا 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 الصمت، الوقت اللي انت بتقضيه مع نفسك في سكون. ليه؟ لان انت برضو الانا بتاعك بيستعمل كل الحاجات اللي انت بتعملها طول النهار دي، التليفون، تويتر، فيسبوك، البتاع، الصور، اللعب، الالعاب، الكلام الرغي، البص على الناس، الكلام على الحاجات اللي مش عارف ايه، الخناقات، بيستعمل كل ده عشان انت دايما تفضل في البابل دي، في البالونه، في الفقاعه بتاعه الجهل. عارفين دايما نتكلم بشكل مجتمعي كده، نقول الناس دول عايشين في بابل، عايشين في فقاعه، يعني هم مفصولين عن المجتمع. الايجو بتاعك بيعمل فيك نفس الحاجه فيما يتعلق بيك انت نفسك، بالعيل الصغير بتاعك اللي هو عارف كل حاجه حصلت لك. طبعا ما تنسوش ان احنا ما فيش عيل صغير ولا حاجه، هو يعني ده احنا بنحاول نوصف حاجه عشان انت تفهمها كويس، بس احنا اسهل طريقه تشوف بيها اللي بيحصل جوه ده هو ان انت تتخيل موضوع العيل الصغير، تخيل نفسك وانت صغير جوه راسك. طيب دلوقتي في رحله حياتك ساعات كده بتلاقي انه في ربط بين الحكايه اللي احنا بنتكلم فيها دي والمسألة اللي احنا بدأنا منها أصلا، المشوار ده كله برضو من ساعة ان انت ازاي بتحب نفسك ليه؟ عشان توصل لروحك، بتوصل لروحك ليه؟ عشان روحك تعرف توصل، والأنا بتاعك واقف في النص. الحاجتين دول ماشيين مع بعض، ها؟ هو نفس حاجة بتحصل، مش كلام عكسه، هو حاجة نفس الحاجة بتحصل مع بعض. يعني ايه؟ يعني انت عشان تدرك مبدئيا مسألة إدراكك، لأن على فكرة أنا عندي ألم ما جوايا قديم
من بقى وانا بقى عندي سنه او انا عندي 10 او انا عندي 14، كله بيفضل تراكمي المساله. يعني مش بس الموضوع العيل الصغير ده مش بيتعور بس وانت عندك 6 سنين وخلاص وبعد كده بقى بيبقى جبله، لا، انت بتفضل تتعور وتشيل التعوير القديمه يركب بالظبط زي ما يكون عندك جرح كده، وتفضل كل شويه لو حاجه حصلت تدوس عليه لحد ما يبقى عندك 60 سنه عادي، يفضل نفس التعويره بتاعت العيل الصغير او اللي عنده 10 سنين او 14 تفضل تنقح عليه طول ما انت ما عالجتهاش كويس. فإبان بقى رحلة الوعي دي، رحلة الإدراك دي، رحلة تفتيح العينين دي، رحلة إن أنت بتخرم الفقاعة بتاعة الدوشة والناس والتليفون واللعب والمش عارف إيه، وتشوف أنا مين، أنا مالي بعد أنا مين، في إيه ده، هو إيه اللي عندك ده، هو إيه اللي بيوجعك ده. وطبعا ممكن انت تستعمل لما تلاقي ألم ما انت بتحس ان هو مثلا في حاجات في مواقف معينه تحصل تحس ان انت، ضربنا مثال المره اللي فاتت، يعني لو في عيل صغير مثلا اتساب وهو صغير، لو في عيال صغيرين كتير دايما بيدرسوا الناس، يعني هم الناس جايه تتطلق مثلا يدرسوهم ان اهم حاجه تقولها للولاد وتتصرف بناء عليها عشان هم يصدقوك، انك تفهمه كويس ان دي مش غلطته خالص، ان العيال عندهم تندنسي كده، عندهم هم بيميلوا بالفطره كده ان هو يروح قايل ايه ده، لان بقى العيال طبعا دايما بيبقى اهاليهم بيزعقوا لهم عشان حاجات، يعني مش عارف ايه، وقع حاجه، ما عملش الواجب بتاع، فهو بمخه كده بيروح مركب له انه هو السبب في ان ابوه وامه اتطلقوا. فمهم جدا ان انت تدخل تروح معالج الحكايه دي عشان ما يحصلش الهزوها اللي احنا بنقوله ده مثلا فيما يتعلق بالطلاق. وحتى لو انت عملت في حته ممكن تفضل، هو يعني انت بتقول له كده ويقول لك يا بابي عارف وبتاع، بس في حته جواه مش مصدقاك قوي لو انت ما بتتصرفش. عشان كده مهم قوي ان انت تتصرف بطريقه لايقه على اللي انت بتقوله، ما تبقاش بتقول حاجه وبتتصرف بطريقه تانية، لان العيال من سن 0 برضو بيشوفوا بيحسوا اكتر ما بيسمعوا قبل اصلا ما يفهموا انت بتقول ايه. وانت بتدرك بقى ان عندك ألم ما، لو حد مثلا اتساب وهو صغير بيلاقي نفسه مش عايز يتساب وهو كبير، على طول ماسك مكلبش في اي حد كده يحبه يكلبش فيه. لو حد حس ان هو اللي فرق بين يبقى علاقته بالستات مش عارف مالها كده، مش عارف ايه، مش عايز يتجوز، يجي ما عنده خوف من الارتباط، مش عارف ايه، بيعامل الست بطريقه. حد مثلا شاف ان ابوه امه مفتريه على ابوه شويه، يبدا يكره الستات، مع ان هو متساله بيحب امك، هو بيبقى فاكر نفسه بيحب امه، وهو بيحب امه فعلا، بس العيل الصغير اللي جوه زعلان من امه عشان كانت بتكلم ابوه بطريقه ما. العكس يحصل، الولد برضو يلاقي ابوه مفتري على امه، يروح يحصل فيه ان هو يكره الرجاله وهو اصلا راجل فيحصل. المهم الموضوع معقد جدا، يعني ما علينا من تفاصيله دلوقتي برضو عشان ده بقى يعني حاجات علم نفس عميقه قوي. المهم اهم معلومه بالنسبه لنا ايه نعرفها، ان انت وانت بتدرك انت مين لازم تدرك انت مالك. هو ايه الحاجات اللي بتوجعني دي، البتاعه دي بتوجعني كده ليه؟ هو انا لما باجي مش عارف ايه، لما حد يكلمني بالطريقه الفلانيه بتضايق كده ليه؟ لما صاحبتي مش عارف تعمل الحركه دي بتضايق قوي كده ليه؟ ولما مراتي تعمل مش عارف ايه انا بتضايق قوي كده ليه؟ هو ايه اللي بيوجع جوه؟ دي بدايه الادراك. لما تلاقي نفسك في رحله ادراك تاني مهم جدا موضوع الصمت ده، موضوع الوقت لوحدك، موضوع التامل. تقعد تتامل كده وتغمض عينك وترجع لذكرياتك وتفحر فيها كده، ايه وريني هو الشعور ده. قلت لكم الحلقه اللي فاتت التمرين بتاعه، هو الشعور ده شبه شعور ايه انا كنت بحس بيه وانا صغير. بتاع ده عامل زي ايه؟ زي ما امي كانت بتاخد مني مش عارف ايه، زي ما ابويا كان بيزعق لي لما ما اعملش الواجب، زي حاجات كده. وكل واحد طبعا من قدراته. قلنا قبل كده ان في ناس ما تعرفش تعمل كده لوحدها، محتاجين مساعده، في ناس محتاجين مساعده من كوتش، في ناس محتاجين مساعده من اخصائي نفسي، في ناس محتاجين مساعده من دكتور نفسي، يعني برضو بس مبدئيا هنتكلم على الاساسيات بتاعت المساله. وانت بتدرك بقى الالم بتاعك هتعمل ايه بقى؟ قلنا هنعمل ايه بالالم ده، مش هنسيبه بقى كده. اول حاجه لما تيجي تخيل ان انت عندك عيل صغير فعليا كده وانت سبته مرمي في الشارع. شوف بقى انت عمرك قد ايه، 20 سنه، 25 سنه، 30 سنه، 35 سنه، 40 سنه، اي حاجه، وبدات دلوقتي حالا تدرك ان انت عندك inner child وبيتالم جوه عشان هو متعور من حاجه قديمه جدا او اجدد شويه. على قد الوقت اللي انت قعدت مهمل فيه ذلك الطفل، تخيل كده بالظبط، تخيل طفل قاعد في الشارع 30 سنه،
هبقى عامل ازاي؟ عمره بقى بس وعامل كده ولابس بتاع وبيتضرب وبيتهان وبيمر بتجارب قاسيه جدا وبيتعذب وما عندوش حد بيحبه ومش مرتبط بحاجه وما عندوش انتماء، كل الحاجات دي حصل له. الجدع بقى اللي انت جوه اللي عندنا الانر تشايلد بتاعنا ده، طول ما انت ما كنتش مدرك ألمه، طول ما انت كنت سايبه متجاهله، طول ما الأنا بتاعك كان بيضحك عليك ويخبي عنك المعلومات اللي تخصه، انت محتاج بقى لما تجيب العيل ده البيت بقى هتعمل له ايه؟ ما بينفعش بقى مش اللي هو خش بقى اغسل سنانك ونام، لا، لازم تاخد بالك منه، لازم تصالحه، لازم تصلحه. علما بانه هو مش بايظ عشان تصلحه. خلي بالك كويس، لان انت لو دخلت على الانر تشايلد بتاعك فاكر نفسك، يعني مش عارف الحته دي تتوهك ولا لا، هي جات لي دلوقتي كده الصوره دي. انت اللي بايظ مش هو اصلا سليم، انت اللي بايظ على قدر بعدك عنه. كل ما تقرب منه، كل ما تحبه، كل ما تصالحه، انت اللي تتصلح. بس هو اصلا ما تعاملوش على انه بايظ، لانه مش محتاج تصليح، لانه اصلا كائن طبيعي. انت اللي مش كائن طبيعي، لان انت اللي عندك انا بس هو ما عندوش انا. يعني دي حتى على جنب كده، لو حد عايز يتامل فيها رجع واسمعها تاني، تهيألي هجيلكم. طيب بدات تهتم انت بالعيل الصغير ده، هتعمل بقى معاه ايه؟ اولا لازم تكلمه كذا مره في اليوم، مش بس هو ما تفتكروش الحكايه دي حاجه كده بنعمل بتاع العيل الصغير تعالى احضنك انت حبيبي ما تزعلش بتاع وتمشي، لا، دي ممارسه لازم تعملها لحد ما يخف، لحد ما تخف انت. كل يوم كذا مره في اليوم. لما تبص في المرايه، من الحاجات برضو من التمرينات ان انت تبص في المرايه، بص على نفسك انت، بص على اللي جواك، بص على اللي جواك وعادي كده قدام المرايه، بص على وانت في الاسانسير، ما تبصش على شعرك، بص على جواك وقول انا بحبك، انا بحبك يا واد، انا بحبك يا بت، عادي وانت معدي كده ابتسم وانا بحب، ده في العادي كده. وكل يوم تقعد مع نفسك 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، مره مرتين في اليوم، اللي يقدر. كل ما تهتم بيه على قدر بقى انت كنت مهمله قد ايه، شوف انت كنت بعيد عنه قد ايه وصلح المسافه دي. هي حسبه بقى انت تحسبها مع نفسك وباحساسك كده. المهم ان انت محتاج تحط اهتمام وحب لهذا الكائن الصغير الذي في داخلك، اللي هو اصلا القلب بتاعك، الكور بتاعك، عشان لما يتصلح هو انت هتتصلح. كويس؟ قصدي انت اللي بتتصلح من خلال حبك ليه. طيب شويه تبس صغيرين كده، يعني حاجات نقول ايه العيل الصغير. اول رساله اللي متفقين ان هي اصلا اهم حاجه بتدخل في بني ادم في الدنيا، من هو اول ما يتولد لحد ما يموت، انا بحبك، انا بحبك حب غير مشروط، انا بحبك انت، انا بحبك جدا عشان انا بحبك كده، مش عشان حاجه، انا بحبك، انا بحبك لان انا ما عنديش اختيار تاني غير ان انا احبك. وترجمت بقى انا بحبك حب غير مشروط نفصفصها في شويه حاجات. انا اسف على فكره ان انا سبتك كتير كده، مش واخد بالي من ألمك، اصل الايجو بتاعي هو اللي كان بيخبيك عني، بس انا دلوقتي شفتك خلاص. الرساله الثانيه المهمه، انا شايفك خلاص، ألمك ما بقاش متجاهل فيطلع بقى في صوره غضب. خلي بالكوا الغضب مثلا من الحاجات المهمه جدا اللي توريك ان الانر تشايلد بتاعك بيعاني. الحده في التعامل، الهستيريا في مش عارف ايه، العياط الكتير، في حاجات كده تبقى وانا مش عارف مالي. هو انت مالك كده؟ انا مش عارفه مالي بعيط ليه، اصل القمر، لا مش لازم يبقى القمر، في جوه حاجه بتوجع وانت ناسياها وانت مش عارفاها. فانا دلوقتي سامعك على فكره، انا هتكلم معاك كل يوم لحد ما تفضفض كل حاجه. لما يجي يكلمك، لما تيجي تفتكر ذكرى مؤلمه بس خلاص يا جماعه بلاش السيره دي وقوموا نتفرج على فيلم، لا ما تتفرجش على فيلم، اقفل الفيلم. لو عندك اصحابك مشيهم واقعد، ادخل ابعد عن الناس واقعد لوحدك، خد لك تمشيه مش عارف ايه واشرب شاي في البلكونه. المهم ان انت تقعد تخلص الحوار ده، اسمعه. انا كنت بتوجع جدا على فكره لما ابويا بيعمل كذا، كنت بتوجع جدا لما في المدرسه كان اصحابي بيعملوا مش عارف ايه، بتوجع جدا عشان مش عارف اخويا كان اشطر مني، بتوجع جدا عشان اختي كانت بتخليني اغير منها، بتوجع من. اسمعوا، انا سامعك، انا دلوقتي سامعك. وبرده خلوا بالكم التمرين دايما وانت بتكلم الانر تشايلد بتاعك، ما تكلموش من فوق، تكلموا تتخيل نفسك وانت صغير، تخيل نفسك في السن اللي انت كنت فيه حاسس بالألم ده، وتنزل على ركبك تبقى واقف عينك في عينه
وتبقى حاضنه وتبقى ماسك ايده. اقعد تخيل ان انت عايز كل واحد بقى يعني خد راحتك خالص في موضوع الدلع ده. تخيل عيل صغير قدامك جاي من الشارع كان مرمي فيه، واقعد اعمل بقى، اقعد صالحه وحبه وصلحه وصلحك فيه. مفيش حاجه غلطتك على فكره. لازم العيل الصغير يبقى فاهم ان مفيش اي حاجه من ألمه بسببه. لا، انت الألم ده بسبب رحله حياتنا مع بعض اللي احنا ماشيينها. مفيش حاجه حد عملها غلط فانت بقيت متألم، لا. حتى الألم اللي بره جه اللي بتاع الجهل ده، الاهالي اهالينا، الناس اللي بتبحث يعني في المسائل الخرابيطيه دي بتاعت الارواح ورحلتنا في الدنيا وهكذا. يعني هو ده كلام مش علمي يعني، بس هو كلام عنده كتير مصدقينه، انه في الدي ان ايه بتاعنا احنا بنخزن الحاجات دي. يعني حضرتك لو قعدت عايش في الدنيا من غير ما تدرك ألم الطفل الداخلي اللي جواك ده ومت، ولادك بيشيلوا الألم بتاعك في الدي ان ايه بتاعك اللي جالهم وانت بتخلفه، وتفضل الحكايه دي ماشيه كده عماله. فانت الألم بتاعك ده مش شرط يبقى بتاعك لوحدك، مش شرط التروما اللي حصلت لك دي، الصدمات اللي حصلت لك وانت صغير مش شرط تبقى صدمات اصلا حصلت لك انت. ممكن تبقى صدمات حصلت لابوك او امك وهم صغيرين، وهم شالوها طول حياتهم وخلتهم متضايقين وغضبانين وعاملين ومتنايلين ب60 جيله، وفي الاخر راح جاي لك انت ده عشان انت اللي توقف الدايره دي. لما انت تصالح الانر تشايلد بتاعك، عيالك مش هيجي لهم الالم، مش هيورثوه منك. بصوا التركيبه رهيبه ازاي يعني. بصوا ازاي احنا مرتبطين ببعض، بصوا ازاي احنا واحد. everything is one، كلنا واحد. وبص ازاي الحكايه دي باينه في التسلسل ده. مفيش حاجه غلطتك، انا بحبك، انا سامعك، انا مش هسيبك تاني، انا مش هتجاهل ألمك ابدا، انا مش هتجاهل اي حاجه عندك تحكيها لحد ما تخلص كل حكاياتك. وتخلي بالك طبعا ان انت في ناس برضو ممكن الانا بتاعك يوقعك في حفره بتاعت ان انت مسكين وضحيه لا، هو انت مش جاي على فكره عشان نعمل مندبه، احنا جايين عشان نتصلح. فانت داخل عشان ايه ده حصل كده، انا عرفت ان انت كنت متضايق من كده، انا دلوقتي فاكر الشعور اللي انت كنت حاسس بيه على فكره لما بتضايق من كذا او كذا. انا دلوقتي كبرت كفايه، انا دلوقتي بقيت قوي كفايه، انا دلوقتي بقيت واخد بالي منك، انا دلوقتي بقيت سامعك على طول، انا بقيت دلوقتي عارف ان مفيش حاجه غلطتك، انا بقيت دلوقتي مش هسيبك تاني، انا بقيت دلوقتي احبك كل يوم. تقعد تحبه كل يوم مره مرتين ثلاثه، تفضل تحبه تحبه تحبه، تديله حب وطمأنينه وسكينه لحد ما هو العيل الصغير ده هو اللي عنده مفتاحك من هنا لحد السما. لان انت لما تطمن، لما تخف، تلاقي بقى الروح بقى عملت كده ونورت، وما بقاش فيه الألم والحاجات. تنساش، مش الأنا اللي بتقفل النور عن الروح، مش الأنا اللي واقفة بينك وبين أصلا الله نفسه، بينك وبين الكور بتاعك، القاع بتاعك، الأصل بتاعك، القلب بتاعك. الأنا شغلتها إيه؟ الأنا أصلا شغلتها تحميك من الألم العبيطة، وهي بتحميك من الألم وهو أصلا أنت مش مفروض تتحمي من الألم، وتعمل لك مش سعادة، اسمها متعة. عشان كده الأنا بتاعك دايما عايزك تعمل شوية حاجات اللي يعني هتتبسط، تخرج مش عارف ايه، تسكر، تضرب مش عارف ايه حاجة، تروح تيجي تلخم نفسك بناس، تلعب رياضة، تعمل اي حاجة اديني اي حاجة، المهم ان انا ما اعملش اللي انا المفروض اعمله. والأنا بتاعك بيحاول يحميك من الألم ده. لما بقاش في ألم، الأنا بتاعك ما بقاش محتاج يحميك من حاجة، فيبقى اسهل عليك الموضوع بتاع اختراق الأنا ده عشان النور كله يوصل لك. مش عارف، حاسس ان كده يعني اتمنى نكون غطينا الموضوع كويس، وانا يعني مش مرتاح كده، حاسس كده يعني مبسوط. وان شاء الله برضو اتمنى لكم رحله سعيده مع العيال الصغيره بتوعنا اللي موجودين دول. ارجوكم اهتموا بيهم، وانتوا خلي بالك من حاجه مهمه اخيره، خلوا بالكم كل الاباء والامهات وانت بتاخد بالك من العيل الصغير اللي هو انت، بتتعلم ازاي تاخد بالك فعلا من عيالك الصغيرين اللي بجد. بدل ما احنا بنتلخم بسهوله في الدنيا ونبقى عايزين عمالين نتكلموا عن نمرهم ونتكلموا عن مش عارف ايه وسلوكهم وقلت وما قلتش وتصرفت وما تصرفتش وبوس طنط وبوس عم والحاجات دي، تركز بقى، لان انت اتعلمت ازاي ان اصلا الكير، الاهتمام، يعني حب غير مشروط.
فانت بتتعلم الحب غير المشروط اللي تحبه لكل الناس من خلال انك تحب نفسك. وافتكروا حكايه بتاعت ان انت ما ينفعش تحب حد اصلا غير لما تحب نفسك. انت ما ينفعش اصلا حتى عيالك مش هتعرف ازاي لحد ما تتدرب على الحب في انك بتحب قلبك، انت بتحب اصلك، بتحب البذره بتاعتك اللي طلع منها كل حاجه. في موضوع ظريف جدا ومهم جدا طالع من الحكايه دي، هنتكلم عنه الحلقه الجايه ان شاء الله. وبس، سلامات عليكم.